يعطيكم العافية. شو اللي راح أتكلم فيه؟ راح أتكلم ما بعد الطلاق، شنو العواقب وشنو الحل. تتوقعين أنت لما تبكين مثلا ولا متحسفة ومتضايقة بتصلحين شيء؟ لا والله ما راح تصلحين شيء. بس أنت لازم تعرفين أن أنت إذا عدلتي من ذاتك أنت راح تقدرين تتخطين هالموضوع. ولا تنسين النظرة السيئة للمجتمع للمطلقة. أنا ما بيك تأثرين من هالنظرة هذه، لأن الناس ما يرضيهم شيء. من يعرفون أن أنت مطلقة راح يجيبونك. في ناس ممكن تستفزك، وفي ناس ممكن يكون عندهم فضول يبوا يعرفون شنو السبب. لا تعطيهم مجال، لا يأثر عليك هالشيء هذا ويخليك تبتعدين، ما تبي تقعدين مع الناس. ممكن الناس يقولوا لك تعالي وانت ما تروحين، لا روحي واختلطي بالناس، بس لا تقولين اسرارك لهم. اي احد يسألك الحمد لله كل واحد راح لدربه. واذا كان عندك عيال ديري بالك انك انت تقعدين مع عيالك تقولين لهم ترى ابوكم السبب، هو اللي دمرني، هو اللي سوى كل هذا. لا تقولين لهم هالكلام هذا. قولي لهم براح الله يستر عليه. الحين ابي ابتدي حياه جديده، مو نهايه الحياه ان انت تطلقتي، لا بالعكس، انت راح تبتدين حياه افضل. وانا ضد الموضوع لما المراه تقول انا شمعه احترق عشان عيالي. لا، اهتمي بنفسك. وكم مطلقه تقصر على نفسها بس عشان ترضي عيالها. لا، الصح لا ترضين عيالك ولا ريلك. الصح تربطين الرضا هذا برضا الله سبحانه وتعالى، والسعاده اللي انت فيها ان تقربين من الله سبحانه وتعالى، مو من احد ثاني. ما حد داين حق احد. اهتمي بنفسك ولعبي رياضه، وفوق كل هذا نمي مهاراتك وكوني صداقات جديده. وش المانع تتزوجين مره ثانيه؟ ليش؟ ما فيها شيء. وبعدين ليش ما تفكرين تسافرين؟ ليش ما تفكرين تكملين دراستك مثلا؟ تعلمي مهارات جديده. لا يدمرك الطلاق، ورفعي راسك قدام المجتمع انت ما سويتي شيء. ترى لا تعتبرين الطلاق فشل، هذا سوء اختيار بين الطرفين، لكن مو فشل بدوامك. ولا اذا قعدتي بزواره تنحرجين لا انا مطلقه فشله. وممكن في ناس يعني تطلق وما تقول حق احد بالدوام، تنحرج تقول لهم لا قولي لهم ما فيها مشكله. ليش انت منحرجه؟ شنو يعني مطلقه؟ رفعي راسك. شخص ما قدرت استمر معه لظروف معينه، الله يستر عليه ويستر علي انا. مو معناته ان انت تطلقتي معناته انت فاشله، لا. كملي حياتك. ونصيحه مني لك، اذا لقيت الرجال المناسب تزوجي. وبعدين حتى عيالك لا تقولين انا ابى اربيهم وخلاص ما ابي اتزوج، لا، تزوجي اذا لقيت الانسان الطيب المحترم وممكن يطلع افضل من ابوهم. ولا تقصرين على نفسك. يعني انا انصدم من المطلقات تقعد منعزله، حتى السوق ما تروح، زين، ما تسافر، ما تختلط باحد. ليش تعاقبين نفسك؟ انت مالك ذنب. لا بالعكس، اعتبري طلاق انطلاق لحياه جديده افضل من الحياه هذه. لا تخلين احد لا يستفزك ولا تصيرين محاميه، كله بس تدافعين عن نفسك. انا مو غلطانه، انا ما سويت له شيء، هو السبب. طلعي عن دور المحامي. لا يبا هذا شأن خاص فيني وما حد له شغل. فخلاص طلعي من القالب هذا اني انا مظلومه وانا تعبانه والظروف هذه صارت غصب علي. لا لا لا، عادي، مو اول ولا اخر وحده. نصيحه حطيها في بالك، لا تنحرجين من احد وقولي انك انت مطلقه، ولا تخافي من اي احد. والحياه ترى قدامك. الحمد لله الحين في وايد مطلقات يشتغلون واحسن من 1000 ريال. ابي كل وحده تحط في بالها شيء واحد، لا تربط سعادتها لا بعيالها ولا باي احد ثاني الا الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان شاء الله الفيديو هذا عجبكم، ونطروني ان شاء الله بفيديو جاي لكم باذن الله.